عن جد ايو، ما بحبه، ما بطيقه. عن جد ايوه ايوه يا جماعه. لا تعال احكي لك بقى. انتشر على السوشيال. يا ريت بقى، يا ريت. انا راجل فاضي اصلا وكلنا بنحب اللت. يعني مش انتوا بتحبوا اللت ولا انا لوحدي؟ حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اخيرا رجعنا فيديو جديد بترند جديد. انتوا عارفين كل يومين لازم في كابل بيسيبوا بعض، متجوزين بقى مخطوبين، لازم يحصل فشكه. فمعانا النهارده لباليب واحمد سليم وترند ايو ايو ايو، عشان ياخدها اكتر حد بيستفزني في الدنيا. فقبل ما نبدا الفيديو، قبل اي حاجه ما تنساش تنزل تعمل لايك. الفيديو اللي فات كسبنا 3 اشخاص من خلال الكومنتات، حولت لهم فلوس على الكاش، والكلام ده نزلت ستوريات فيسبوك وانستجرام. عشان في ناس كتير شاركت في الكومنتات وناس كتير عملت كومنتات كتير، الفيديو ده برضه هعمل لكم مسابقه. لو انت عايز تكسب حاول على قد ما تقدر تتفاعل على الفيديو ده، تعمل لايك وتعمل كومنتات كتير، عشان هختار شخصين هيكسبوا من الكومنتات بشكل عشوائي. طبعا انت هتقول لي انا هعرف منين انا كسبت او خسرت؟ لا، ما هو انت لازم تتابع الانستجرام والفيسبوك، عشان انا هطلع بشكل عشوائي قدام الكاميرا، اقلب كده في الموبايل والاصبع يجي عليه خلاص هبعت له على الكاش. فطبعا لازم تتابعني في كل حته عشان تبقى ايه، ملم بالقصص. في لينك تحت، اللينك ده لو ضغطت عليه هيظهر لك الانستجرام والفيسبوك وكل اللينكات السوشيال ميديا. حاول تبقى عندي في كل حته عشان ان شاء الله في مسابقات جايه كتير قوي. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. خش بينا يا ابني على اول فيديو. هذا واو واو واو، لا ده كده واو واو واو، برضاكي او غصب عنك ده واو. عن جد واو. هذا قلبش بيرفكت. اكيد بيرفكت برضه. الراجل ده مخلص اللعبه، مش عشان بحب ميسي هنكر بقى ان كريستيانو ملوش حل. بس هذا ايو. عارف اقول لك على حاجه، هو لعيب بس ايو عشان لعيب حلو لا مؤاخذه. يعني واحد زي ده المفروض بالموهبه والامكانيات اللي عنده ده كان بقى في حته تاسعه خالص. عاجبك لما توقف في الشارع وتتعاكسي؟ مين الميداليه ده؟ مين ده؟ وانت مالك؟ انت مالكش حكم عليا. لا ليا. صفتك مين يعني ان شاء الله؟ صفة اني بحبك. وعلى فكرة وانا كمان بحبك. يا جدعان يا جدعان، يعني ما حد يشوف الحيوانات المنويه دي يعني نازله من مين؟ بص على ابو جاني ولا يهمني. نقي بجنيه، يلا نقي بجنيه. اللي عايز سماره وشوكولاته بجنيه. سماره وشوكولاته؟ يا حضرتك انت بتبيع البالي تشيك ليست؟ الواد ده معاه الشحن والكرتونه ولا هاخده كده؟ بجنيه؟ انت ماسك لهم عصايه عشان تضربهم؟ بص على ابو جاني. بتبيع بجنيه؟ ده لو روبوت هتبيع اغلى من كده. بتبيع بني ادم بجنيه؟ بنقي بجنيه يا جدعان. يلا نقي بجنيه يلا. انا بجنيه ايه حضرتك؟ مش هو واحد ولا انت بتبيعي هو واخده التوأم؟ This coat would be perfect with بيرفكت ايه حضرتك؟ انت عامله اكياس الزبال اوت فيت وتقولي لي بيرفكت؟ this. Oh yeah. لا هايل. اهم حاجه لو لبستيه ما تغوطيش عند البراميل عشان هناك خطر، في ناس بتغرق. براحتك. Okay, be for real. Is this too much? Like it's a whole vibe. طب انا عندي سؤال، والله عندي سؤال. ده بقى لما بيبوظ منك بتخيطيه ولا بتلحميه عشان نفهم؟ بس ممكن يفسي برضه تنفخيه، الله اعلم. This is what I'd wear if I don't want anyone touching me. دي لو عايز تنتقم منها اديها دبوس في اي حته، اقسم بالله تلاقيها فاهم في السما كده. على فكرة أنا سكوتي شايل كتير، ويوم ما أتكلم هجرح بضمير. على قد حجمك اتكلم، أنا ولا بعرف كبير ولا بعرف معلم. ده طبعا هتلاقي لسه مخلص ورديه التوك توك دلوقتي، قال لك بس انا معايا قرشين حلوين كلهم عشرينات وخمسات وعشرات، انا هعمل فيديو والله ما هحل. أنا بكتب قصة حياتي بقلمي، ويوم ما هتغلط هتشوف قلة أدبي. مش هقول لك الكلام لو خبط فيك اعتبره ليك، لا ما تقوليش بقى، انا مش عايزك تقول لي. وبعدين انا عايزك ترجع الجمعيه لخالتك، عشان كده عيب. امك بعتك توصل الجمعيه، واجب توصل. تقف في الشارع وتعمل فيديو وتتلكع مش حلو. هتعمل ايه يا برو اذا جيت لقيتني قعدت لك على السياره طاشت لك اياها؟ انا عن نفسي يعني اتمنى ربنا يكرمني بالسياره نفسها. بعد كده لو انت فكرتي تقعدي هدقمش وشك، هقعد دماغك وعهد الله. محدش يعرف غلاوه عربيتي عندي تبقى عامله ازاي. هتعمل ايه؟ واحد. بفكر السنة دي مش عارف أعيد فين، عايد في باريس، عايد في كندا. تعيد فين يالا؟ في كنكه؟ تعال ليه تعيد في كنكه؟ بتحب تعوم في قهوه مانو ولا ايه؟ عايد في دبي. دبي؟ لا ما تعيدش في دبي. دبي دلوقتي بقى فيها ناس كتير جدا، يعني دبي بقى كلها مصريين. فانا شايف كفايه بقى، كفايه دبي. محتار والله عايد فين السنة دي. أنا رحت جميع البلاد كلها، من كتر الفلوس اللي معايا ما بقتش عارف أروح فين. اعمل بيها وديعه في البنك، صدقني تدخلك كل شهر 4%. يوسف هسألك سؤال، انت بتخوني صح؟
هو في ايه؟ انت تالت واحده تقول لي كده. يا لهوي يا لهوي، ايه يا الكاريزما دي؟ يا لهوي، البنات كلها بتحبه، البنات كلها بتحبه، مع اني حاسس لو مسك ايد امه هيعرق، بس يعني حلو حلو. ده جو بونو 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 خالص يعني. ايه يالا ده؟ ايه اقول لك يالا ولا اقول لك يا حاج ولا ايه اللي انت عامله ده؟ المشكله ان هو شكله راجل يعني، انت فاهم، بس سبحان الله اكتشفت ان الميول دي ملهاش علاقه بالشكل خالص. يعني ممكن يبقى شكله جعفر ومن جواه لؤي عادي، مع احترامي لاي حد اسمه جعفر ولؤي يعني. الحبيبه دي يا جماعه جميله واخت احمد ده انا هحضر خطوبه اخويا. زي ما الكل كان متوقع، لباليبو وسليم سيبوا بعض، والفترة كانت أقصر من ما كنا متوقعين. وانتوا مين؟ انتوا مين عشان تتوقعوا الفترة يا جماعة؟ يعني مفيش حد في الدنيا يتوقع. بص الحال ممكن يتبدل من يوم ليوم، من ساعة لساعة عادي. بس الصدمة مش هنا، الصدمة في ان سليم هو اللي طلع ما بيحبهاش وهو اللي طلب يسيبها. ما عادي يا جماعة، ما هو سليم ده مش قرد برضه يعني، عادي بني آدم فجأة حاسس انه ما عندوش مشاعر. نعم غلط يعني، انا مش معاه برضه. عشان انت مش متأكد بمشاعرك ما تعلقش بنت بيك، انا معاكم في الحتة دي. بس في حاجة اسمها نصيب. سمعت عن النصيب قبل كده بجد؟ لا في حاجة اسمها نصيب والله عادي. لا تعال احكي لك بقى. انتشر على السوشيال. يا ريت بقى يا ريت، انا راجل فاضي اصلا وكلنا بنحب اللت يعني. مش انتوا بتحبوا اللت ولا انا لوحدي؟ كلام مش معروف حقيقي ولا لا، ان البلوجر حبيبه النجار او لباليبو سابت خطيبها سليم. ايوه سامعك وسالت نفس سؤالك. سامعني؟ انا ما قلتش حاجه حضرتك، انا ما قلتش حاجه، انا ساكت اصلا، انا قاعد بسمعك، انا ما اتكلمتش اصلا. ما لحقوا ده لسه معترف لها من كام يوم وكانت الدنيا مقلوبه حرفيا، بس اكيد هي ما كانتش بتحبه ووافقت عشان تموف اون بيه من علاقتها السابقه. انتوا بتجيبوا الهبد ده منين؟ لا والله بتجيبوا الهبد ده منين؟ والله اعلم يا جماعه باللي جوه كل شخص. ليه بجد اخترعنا كل الاسباب اللي في الدنيا ونسينا ان في حاجه اسمها نصيب؟ بعيد عن اي حاجه بقى، دي مشكله افوات السوشيال ميديا. انت لما بتشوفهم هم لسه بيتعرفوا وبيتقدموا لبعض وبيلمحوا لبعض، انت بتقول واو او ماي جاد، تلاقي كل البنات عماله تعمل شيء. يا لهوي انا عايزه من ده، انا عايزه من ده يا حزنبل. اول ما يسيبوا بعض شفتوا شفتوا عمل ايه؟ يا جماعه قلت لكم الدنيا على السوشيال ميديا حاجه وفي الواقع حاجه ثانيه خالص. ايه ده؟ يا وليه عيب، يا وليه عيب، يا وليه عيب تبقي في سنك ده ومتحمرشه كده، عيب. انت باقي لك 3 4 ساعات في حياتك، انا شايف تستغليهم، اعملي حاجه لله. يا جماعه انتوا بتجيبوا الناس دي من دايمو سنين ولا بتجيبوهم منين؟ وبتقنعوهم ازاي يعملوا الفيديوهات دي اصلا؟ اتكلم يالا عدل يالا لو سمعت انت مين يالا؟ قول لي انت مين؟ انت مين هذا الشهر؟ مين هذا النفس؟ بقول لك جنون العظمه اللي بيجي لي في نص التمرين ده هطل العظمه. انت بتعمل ايه في الجيم يالا؟ بتلعب كتاف بس ولا ايه؟ انا حاسك ناسي باقي جسمك يعني. مياو 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 مياو. ولا انت شايله يالا ولا بوديه فين ولا عينه في انهي مكان؟ انت مش حاسس بقى حاجه كده؟ مياو 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 ايه؟ انت مخصي يالا صح؟ انت مخصي اكيد، انت مش طبيعي. يا شباب، انه انتوا شو شايفين شيء انا مو شايفته؟ او انه مين بيحبه يعني؟ عن جد ايوه ما بحبه، ما بطيقه. عن جد ايوه يا جماعه، في ايه؟ قالت لكم ايوه، انتوا فعلا ليه بتحبوه؟ هذا واو عن جد هذا بيرفكت بس هذا ايوه ده ايوه فعلا، ده ايوه. انا شخصيا شايف ان ده ايوه. يا بنات، احنا ب 2025، انت شو شايفه الشيء انا مو شايفته؟ انه والله ليش تعملي هيك؟ نو كتير ايوه ما تعملي هيك حبيبتي. ايوه يا جماعه ايوه. لا بجد انا عايز اسال سؤال للبنات اللي هي بتبقى حاطه الاكل دول مقشر او عامله 4 صوابع حمر وواحد ازرق. يعني ايه الجمدان في الموضوع؟ ايه الكاريزما في اللي انت عاملاه؟ يا جماعه بجد والله بجد حطوا المانيكير كله لون واحد بيبقى لذيذ فعلا، انما غير كده ايوه. طيب يا حباب قلبي، ده كان اخر فيديو معانا. اتمنى يكون الفيديو عجبك، واتمنى تعمل لايك، واتمنى تعمل كومنتات كتير عشان ان شاء الله تكون من الناس العشوائيه اللي انا هختارها. وما تنساش اللينك اللي تحت هيدخلك على الانستجرام وهيدخلك على الفيسبوك، هيدخلك في كل حته، فلازم تتابعني في كل مكان. ويا ريت تتابعوني كمان على التيك توك والانستجرام بالاخص، عشان انا عايزكم تعملوا لي منشن، والفيسبوك كمان تعملوا لي منشن على اي فيديوهات عايزين رياكت عليها. وكمان تبعتوا لي لينكات مغامرات رعب. انا بقالي اكتر من اسبوعين عايز اصور لكم فيديو عن مغامره رعب ومش لاقي مغامره مناسبه اعمل لكم رياكت عليها، فاكيد انتوا هتحبوا تساعدوني في الكلام ده عشان تشوفوني كتير. سلام عليكم.